ولا ليش ما بتلفظوا حرف الآ بالبريتش accent؟ كنت تسألوا هالسؤال. بعرف إنه this gets on some people's nerves, so I'm gonna give you the remedy in this video. Don't scroll down. Don't. Okay. ببساطة إذا حرف الآ إجا بعده صوت ساكن ما رح نلفظ الآ. مثال كلمة dark حرف الآ إجا بعده كه ساوند، والكه ساوند هو صوت ساكن ما أنا متحرك، فبالتالي ما رح ألفظ الآ وحقولها dark. نفس الشي مثلا كلمة حديقة حقول park ما حقولها park. أوكي. كمان teacher كان با كتير كلمات، وانتو حطوا لي أمثلة بالتعليقات. بينما لو حرف الآ إجا بعده صوت متحرك فرح ألفظ الآ، مثل كلمة prepare بعد الآ في عنا إي صوت متحرك. طبعا انتبهوا أنا ما عم أقول الحرف، يعني ما قلت حرف الإي، قلت الصوت هو إي. prepare فبالتالي رح ألفظ الآ. مثال تاني create كمان بعد الآ إجا صوت متحرك فبالتالي رح ألفظ الآ، وهكذا. طبعا في شغلة بس بدنا ننتبه لها كتير مهمة، إنه كلمة مثلا مثل teacher ما رح نلفظ الآ لأنه ما في بعدها صوت متحرك. بس لو كانت هاي الكلمة ضمن جملة مثل my teacher is great، لاحظوا إنه teacher ما في بعدها صوت متحرك لحالها، بس بقلب الجملة إجا بعدها is اللي مبلشة بصوت إي برجع بقول عم أقول أصوات مو أحرف. فبالتالي بما أنه حرف الآ هون صار بعده صوت متحرك لأنه ضمن جملة، فلما رح أقرأ وأوصل وصل سريع رح ألفظ الآ، فرح أقول my teacher is great. وهلأ دوركم تحطوا لي بالتعليقات كلمة فيها حرف الآ ما عم نلفظه، وكلمة فيها حرف الآ عم نلفظه باللكنة البريطانية. Thank you very much for watching and bye for now.